سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وسلامة يا رب. قبل ما نبداو ما تنساوش تصليوا وتسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات. وصفة من وصفات الشهر الكريم. كما راكم تشوفوا جبت لكم هذا القرنون بواحد الحشوة اقتصادية وفي نفس الوقت البنة. ما نحكي لكمش، هيا ونسميو بسم الله ونروحوا مباشرة للوصفة. كما راكم تشوفوا هنايا في كاسرونة ضفت نص صدر تاع الدجاج، قطعت معاه حبة تاع بصل كيما راكم تشوفوا قطعتها خشين لانه من بعد رايحه نصفي كل شيء. ضفت لها ملح وفلفل الكحل. دركا البنات انا ما حبيتش نطول عليكم الفيديو. التدبيره تاع القرنون رايحه ننزلها مباشره بعد هذا الفيديو ويجي من اروع ما يكون. ممكن تحبوا خطره اخرى تكونجليوه يجيكم روعه. كيما راكم تشوفوا راني بديت نقلي في البرمه تاعي يعني ولا في البصله والدجاج حتى يتقلاو لي مليح. قلت لكم ما ضفت والو ابار الملح والفلفل الكحل. هنا القرنون تاعي بعد ما كنت نظفته البرمه بعد ما قليتها ومرقت حطيت هذوك الحبات نتاع القرنون يطيبوا وبصح ما تخليوهمش يتهباو مليح. شوفوا يا البنات هنا بعد ما طاب لي القرنون هذاك هزيته صفيت المرقه تاعي من البصل ولحت لها حفنه تاع الحمص. تقدروا ديروا الجلبانه، هو يتماشى عفوا اكثر مع الجلبانه، ما نحبش ندير له الزيتون. نحيت هذاك الدجاج تاعي. اليوم رايحه ندير وصفه في وصفتين. نقطعوا الدجاج كيما راكم تشوفوا هكذا قطع رقاق ولا قطع صغار. قرنون هاني حطيته بجهه، دوك راح يزيد يكمل يتحمر لنا في الفرن، يعني راهو ديجاك طايب. نقطع يعني ودير لي الله يبارك. قلت لكم زوج وصفات، يعني لازم كل وحده فينا تعرف تبتكر هكذا باش دير فطور يكون يعني مشبع وفي نفس الوقت من وصفه واحده. كنت كرملت حبه تاع البصل كيما راكم تشوفوا. جبت الدجاج تاعي هذاك ضفت له شويه تاع الدبشه والمعدنوس. هاني نصفي في البصل من الزيت، يعني هذا هو سر البنه تاع وصفتنا لنهار اليوم. جبت قطعة تاع فرماج، تقدروا تحطوا هذا ولا تقدروا تحطوا فرماج مثلثات ولا تاع البيدون عادي يعني كيما تحبوا. قطعتوا قطع هنا كبار، حطوا كمية لاباس بها تاع الفرماج. كنت في الوقت هذا شرشمت زوج حبات نتاع البطاطا كانوا متوسطين ومرستهم كيما راكم تشوفوا، يعني صفيوهم مليح من الماء تاعهم. الخليط تاعنا ما نحوسوش عليه يجي مايه، نخلطهم مع هذاك الدجاج. شوفوا قلت لكم حشو اقتصادي، لا شتات بربع صدر دجاج رايحين نزكيوه بهذيك البطاطا. وما نحكي لكمش على البنه تاع هذا الحشو. نخلطو ونحاول اني الفرماج هذاك نحافظ عليه ما نمرسوش بزاف، هو كون خليت خير حطيته في الاخير. ذوقوا الملح اذا لقيتوه ناقص ملح ضيفولو. رايحه نضيف درك مقدار زوج مغارف حتى 3 مغارف تاع الكريم فريش. اللي ما عندهاش كريم فريش تقدر تستغنى عليها عادي، هي راح تزيد تعطيكم طراوه لهذا الحشو. نخلط بالطريقه هذه. شوفوا من بعد نبداو نحشيو في هذاك القرنون كيما راكم تشوفوا. حطيته في هذاك المول ولا البيغكس اللي يدخل للفرن ونبدا نحشي فيهم. نديروهم على شكل قبه يعني عشوائي برك كيما راكم تشوفوا. ديجا كل شيء راهو طايب، احنا باش نديروا له برك هذيك البنه تاع الفرماج ويدي هذيك التحميره. طبعا راح نحط شويه تاع لاصوص في البيغكس تاعي باش كي يعني يدير ما يتحرقش معايا من تحت. تقدروا ديروا صوص شامبينيون كيما حبيتي، بصح انا نلقاه يتماشى اكثر مع الجلبانه وانا ما توفرتش عندي. نحب القرنون ديما نقدمه مع الجلبانه ونشتيه صوص حمرا صراحه. هنا كيما راكم تشوفوا كملت حشيته وهذاك الحشو رايحه ندير به وصفه البوراك. ما نحكي لكمش على البنيه البنات كيفاه جا هذاك البوراك بنين بنين من اروع ما يكون. يعني من وصفه درت زوج وصفات وحطيت زوج سقايات تاع لاصوص ونروح نحطو في الفرن. بعد ما نحط الفرماج من الفوق يعني خير نوعيه اللي تذوب مليح، وخليوه هكذاك واحد 7 دقائق 8 دقائق حتى يتحمر برك هذاك الفرماج ويسيح. نحطو كميه لاباس بيها، نحطو في الرف الفوقاني ونخليوه يتحمر وتكون الوصفه تاعنا واجده. شوفوا يعني كل وحده دير حسب افراد العائله نتاعها. قلت لكم انتظروا برك التدبيره رايح نزيد نتقاسمها معكم تاع القرنون.
حتى ولو كان تحبوا تجمدوه درك راهو وقته الله يبارك. درك نيجيو للبوراك، يعني راح ندير حبيبات تاع بوراك بنفس هذاك الحشو، يعني الديول شوية ما ساعدونيش، كانوش طولوا هكذا يبسوا تقريبا في الحواشي، خاصة إذا حطيتيوه في الفريجيدار واستعملتيوه مباشرة من الأحسن أنكم تجبدوه من قبل. رايحة ندير هنايا دي سيجار برك، يعني حشو البوراك تقدروا تنوعوا فيه كيما حبيتوا. نحط كمية لاباس بها لأنه هنا ما حبيتش نكتر عليا، راح ندير 4 حبيبات برك ولا 5، ما نديرهمش صغار، حاولت أني نكبرهم. حاولوا أنكم تطبقوه بالتطبيقة هذه. والحشو تاع البوراك حاولوا ديما يا سوا هذا ولا اي حشو خلاف ما تجريوهش بزاف باش من بعد ما يتحلش معاكم في المقله. ومن الاحسن ديروا بالفرماج اللي يكون شاد روحو، خاطر ساعات الفرماج هذاك اللي تحضيره جبنيه كي تحطوه في البوراك يترتق معاكم، غير تقيسوا السخانه. نكمل بنفس الطريقه، نروح نقلي الحبه تاع البوراك تاعي ونحط البلاطو يتحمر ونشوفوه من بعد في طبق التقديم. وهذه هي النتيجة النهائية تاع الطبق تاعنا تاع نهار اليوم. شوفوا لي كيفاه جا الله يبارك محمر ومعسل، ما نحكي لكمش. هنا انا قدمته بالطريقة هذه، حطيت الحمص في الوسط ووليت قطعته الله يبارك، جا مشبع وصراحة عجب العيلة تاعي. والحشو هذاك هو اللي زاد عطاه بالنكتر وكلاوه على وجه الحشو، خاصة إذا وليداتك ما ياكلوش القرنون جربيه بالطريقة هذه وابدعي لهم في الشهر الكريم. وهذه هي حبيباتي. طبعا إذا شفتيو الفيديو كامل وعجبتكم الوصفة، ما عليكم غير تخليو لي آراءكم وتعليقاتكم. ديما نقول لكم تعليقاتكم هي اللي تحفزني باش نعطيكم المزيد من الوصفات. وأي وحدة فيكم جربت وصفة من وصفاتي ما تنساش تخلينا في التعليقات، هكذا به كل الأخوات يتحمسوا ويجربوهم. والله يبارك كيفاه يتقطع ويجيكم مطري ومشمخ لداخل الحشو هذاك. تقدروا ديروه تاني صوص بيشاميل، بصح انا فضلت اني نديرو هكذا ونستغنى على صوص بيشاميل ونعوضها بالبطاطا. جربوا لي الوصفه هذه وخليوا لي ارائكم. قلت لكم وصفه مبتكره واهم حاجه بنينه ومشبعه. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. دمتم اوفياء للقناه. سلام.